اهلا بكم في حلقه جديده، ومعانا النهارده اكتر من خدعه بالشاليمو. ان شاء الله يعجبوكم. قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده حابب افكركم ان انا اسيب لكم لينك الموقع بتاعنا في سوق.com تحت في وصف الفيديو للي حابب يشتري اي ادوات للماجيك. كمان لينك القناه بتاعتنا الجديده تحت في وصف الفيديو. ان شاء الله يوم كده بالكتير ونبتدي نشتغل فيها، ويلا بينا نبتدي. اوكي يا شباب، في الخدعه دي محتاجين خيط صغير ومحتاجين شاليمو. هنبتدي نحط الخيط الصغير بتاعنا جوه الشاليمو كده، الخيط جوه الشاليمو اهو. خلونا كمان نتني الشاليمو بتاعنا بالشكل ده، وهنبتدي نقطع كده. الشاليمو اتقطع والخيط كمان اتقطع، بس خلونا نعمل حركة سريعة بالشكل ده. هيرجع الخيط سليم مرة تانية. كده الخيط سليم والشاليمو لسه مقطوع. اوكي يا شباب، محتاجين شاليمو. هناخد منه جزء بالشكل ده، وهنبتدي نفتح فتحة صغيرة في نص الشاليمو من هنا. ده جزء صغير من الشاليمو مفتوح بالشكل ده، بيبقى في نص الشاليمو. هنجيب الخيط هندخله عادي كده. الخيط فعلا دخل. عندنا هنا الفتحة بتاعتنا، هنبتدي نتني من عند الفتحة، ونخلي بالنا ان الفتحة دي تبقى من تحت. هنتني بالشكل ده ونمسك الشاليمو من تحت كده والحبل كده، ونبتدي نسحب لتحت كده. الحبل بتاعنا هيبقى اتسحب لتحت بالشكل ده كده. هنداري بايدينا دي كده عشان محدش يشوف الحبل انه تحت، وبعدين هنجيب المقص وهنبتدي نقص الشاليمو. في الحقيقة كده الشاليمو هو اللي اتقص والحبل لسه سليم. بعدين هنمسك بالشكل ده، هنبقى مدارين طبعا الحبل بتاعنا. هنقول له كده الشاليمو اتقطع. هنمسك بايدينا كده وايدينا التانية تاني كده كده. فعلا الشاليمو مقطوع انما الحبل لسه سليم. هنبتدي نسحب بايدينا كده ونقول له الحبل بتاعنا هيرجع سليم مرة تانية، والشاليمو اتقطع. في الخدعة دي هنحتاج 2 شاليمو مفهومش اي حاجة خالص. هنحط اول شاليمو بالطريقة دي، هنبتدي نتني الشاليمو ده كده، وهنتني تاني بالشكل ده كده كده. ال2 شاليمو بيقوم جوه بعض بالشكل ده، بس في الحقيقة بمجرد حركة بسيطة تلاقي ال2 طلعوا من بعض وال2 لسه سلام. اوكي يا شباب، كل اللي محتاجينه 2 شاليمو مفهومش اي حاجة خالص. هنحط اول واحد بالشكل ده، تاني واحد بالشكل ده. بعدين هنبتدي نتني اول واحد بالطريقة دي كده. فعلا اللون الاصفر جوه اللون الاخضر، انما لما نمسك اللون الاصفر ونلفه بالطريقة دي، في اللحظة دي هو ابتدى يخرج من الشاليمو اللي باللون الاخضر بالشكل ده. هو فعلا ابتدى يخرج. ولما نكمل لفة كمان ونعدل ده كده، هيبقى الناتج عندنا هنا ان الشاليمو كأنه جوه بعضه، انما في الحقيقة هو مش جوه بعضه ولا اي حاجة. اوكي يا شباب، في الخدعة دي محتاجين شاليمو عادي. هنبتدي ناخده وهندخله جوه ايدينا بالشكل ده لحد ما نكتشف انه طلع من الناحية التانية بالشكل ده. ويلا بينا نروح على الشرح. اوكي، وخلونا نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها. محتاجين قطعتين صغيرين شاليمو، محتاجين قطعة كبيرة، ومحتاجين دبل فيس. هناخد قطعة من الدبل فيس بالشكل ده، هنلزقها في ظهر ايدينا هنا بالشكل ده. هناخد قطعة من الشاليمو هنلزقها كده
وبعدين هنجيب القطعة التانية الكبيرة، هنفتح جزء منها من فوق بالشكل ده، بس مش جزء كبير، وهندخل الجزء التاني الصغير ده فيها بالشكل ده كده. واحنا بنضغط الجزء ده هيدخل، وبقية الجزء هيبقى عالي لفوق. خلونا نشوف ايدينا دي كده، الجزء ده هنبتدي نضغط عليه هيدخل لجوه بالشكل ده، هيتخيل فعلا انه طلع من الناحية التانية. اوكي يا شباب، وخلونا نروح لتالت خدعة. كل اللي محتاجينه شاليمو ويبقى مفتوح بالشكل ده. هنبتدي نلفه كده بالشكل ده اهو. هنحطه في ايدينا هنا كده، موجود عندنا هنا بالشكل ده، هيبقى ايدينا طبيعية جدا. بعدين هنبتدي نمسك اول جزء بالشكل ده، هنبتدي نخرجه من ايدينا كده. هو هيظهر للشخص اللي قدامنا ان هو فعلا طبيعي جدا. اهو دي بقى كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تدعمونا بلايك وشير، كمان متنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.